بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أحلى وأغلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور راحة بال ورضا من الرحمن، اللهم آمين يا رب العالمين. وهنعملها على طول عشان المدارس، وهنعملها في أي وقت علشان الفطار علشان العشاء. بصي كده حاجة كده يعني هتعمليها وتستمر عليها، وربنا يحسن ما بين إيدينا. وإن شاء الله هي وصفة في متول يعني فعلا بتعمليها وبعملها على طول، ما بنقدرش نستغنى عنها في مخبوزات. وأكيد طبعا في الشتاء وفي الصيف بتتاكل. في الصيف ممكن تروحي تحشيها أو تاكليها بكوباية شاي بلبن، وفي الشتاء بتحبيها لأنها هي فعلا بتأكل وبتشبع، سواء حشتيها سواء كلتيها بكوباية شاي بلبن. تعالوا الأول نسمي ونصلي على الرسول ونشوف بعد كده هنبتدي ازاي. هنبتدي معانا كيلو كده من اللبن، عليه طبعا كوباية من السكر، عليه بيضتين، عليه باكوين فانيليا او هتضيفي 3 عادي. وبعد كده هنقلبهم، وهتضيفي طبعا مادة دهنية. ما عندكيش كركم حطي بودرة الزعفران. قلبيهم. انا بحط بودرة الزعفران بيبقى لونها خفيف وحلو خالص، وبيبقى لونها برضو متوحد، ولونها اصفر. يعني بيبقى اللون وحديها كده، اللون اصفر كده، اصفر كناريا حلو كده. انا بحبه صراحة. وبتحطي نص كوباية من الزيت ومعلقة الخل علشان البيض اللي احنا حطيناه، برضو علشان يقضي على اي زفرة في البيت. تقلبي كل المكونات دي بايديك يا ست الكل، وتضربيهم كده كويس لحد ما السكر يدوب، وتدوبيهم كويس. وفي الفترة دي تكوني ناخلة الدقيق بتاعك مرة واثنين وثلاثة، وتنزلي بيه على الدقيق. دي الخميرة اللي كنت مخمراها الأول. والخميرة دي عبارة عن كوباية من المية، عليها مكعب خميرة بيرة، عليها عليها وحدتين. يعني طبق كده حلو يعتبر نص كيلو من الدقيق. خمرته وخليته زي ما انتوا شفتوا اتضاعف حجمه. وده اساس اي عجينة ناجحة في العجينة اللي احنا هنعملها واي مخبوزات. لا يعني لابد وحتما وحرفيا لازم تكوني عاملة الخميرة الاول، لا هي فعلا هي بتكون سبب في نجاح اي معجنات. هنقلب كده. انا عملت كمية حلوة كده من الدقيق يجي 2 كيلو. يعني ما شاء الله. بصي هتعملي مقدار زي ما انت تحبي، تعجنيه كده والسم كده، وتشتغلي وتعجني وتعملي رياضة فيهم. وبعد كده يا ست الكل هتروحي بعد ما هتعملي له عرق العجينة بتاعتنا الحلوة دي التحفة. تعجنيها كده حلوة، وبعد كده تنزلي عليها بكمية لبن، أو تنزلي عليها بمية عادية خالص من الحنفية. وإحنا عارفين إحنا في الصيف دلوقتي مش محتاجين غير مية من الحنفية علشان الجو حر كده. وبعد ما عجنتها زي ما انتوا شايفين، همسحها كده بمسح السمنة أو مسح الزيت، ونغطيها ويتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين. وتعالي نشكلها بأي تشكيل انت تحبيه. يعني ليكي حرية الاختيار في التشكيل بتاعك، سواء هتعمليها العجينة الوردة أو الملفوفة أو الكحكة أو الضفاير براحتك. هتعمليها بأي طريقة بتكون حلوة. في الفترة دي غسلت الصجان وكنت نشفتهم، وبعد كده كنت عملت مسحتهم بمسحة من السمنة. اي مخبوزات امسحيها بمسحة بالسمنة، يا ريت ما تمسحهاش بالزيت لان الزيت بيبقى ليه ريحة. فالسمنة ما بتخليش فيه ريحة، سواء هيقعد معاك يوم 2 اسبوع او هتخزنيه في الفريزر برضو ما بيعملهوش ريحة. السمنة فعلا من الحاجات اللي هي ما بتطلعش ريحة في المعجنات خالص، وبالذات لو انت عاملة كمية كبيرة ما شاء الله زي الكمية اللي انا هعملها، علشان هتخزنيها وتخليها. وبرضو لو هتعمليها وتخزنيها كمان في المدارس بتبقى أحلى. وتحطيها كده في الأكياس وتعمليها. بصي يعني تعمليها ضفاير، تعمليها مدورة، تعمليها بأي طريقة فعلا بتنفع معاكي، وبتخلي البيت كله بركة وخير فعلا. وطول معاكي فعلا عندك الدقيق عمر حال بيتك ما يضيق أبدا. إن شاء الله بيوتنا كلها عمرانة ومليانة بالخير بإذن الله. وكده عملنا أحلى معجنات وأحلى التشكيلة. وانتوا زي ما انتوا شايفين اهم حاجة بتكون العجينة بتاعتك ناجحة، وبتبقى فعلا بتنجح معاكي اي خبيز انت بتخبزيه او اي معجنات او اي تشكيلة. بتبقى كده فرحانة لانها طالعة ناجحة ومظبوطة. بتبقى ناجحة من البداية. سيبيها تختمر. بعد ما تخبر يعني بعد ما تخمر كده، هتروحي تجيبي ادوات التلميع. ادوات التلميع هتجيبي لي كده بيضة، شوية لبن، وتكوني حاطه لهم فانيليا. وبعد كده تحط لهم معلقتين سكر،
بعد كده ادهني لي المعجنات بتاعتك الحلوة دي. لو ما فيش خالص، مية وسكر ودوبيهم وايه، ولمعي العجينة بتاعتك، بتدي لون وطراوة، وفعلا بتخليها ليها لمعة خطيرة كده. بقولك لو ما فيش خالص، مية وشوية ايه سكر ودوبيهم وادهنيهم. وفي الفترة دي بعد العجينة ما تخمر هتكوني مسخنة الفرن، سخنين الفرن كده على درجة 200. وبعد كده أول ما تحطي الخبيز بتاعك أو المعجنات بتاعتك هتكوني ايه، هتكوني تهديها شوية. انا كده لسه ما شفتش لحد ضغط لي لايك ولا اشترك لي في القناة. يلا كده حبايبي حلوين، عيلتي التانية فعلا اضغطوا لنا لايك واشتركوا لنا في القناة، وبدعمكم وبفضل من الله إن شاء الله نكبر مع بعض، وإن شاء الله ننجح. كده خلصنا كده الخبيز بتاعنا، وده كان خبيز الفريسكا، الفريسكا الناجحة، الفريسكا اللي تتعمل معاكي فعلا في ساعة زمن تكوني مخلصاها، بتبقى كده ايه تملي بيتك فعلا خير، وتمليه كده بمعجنات سهلة وبسيطة من غير ما تحتاجي أي مخبوزات من برا تشتريها. وبالطريقة دي تكوني ايه عاملة كمية حلوة أو عاملة كمية بسيطة، أهم حاجة تكوني عاملاها وموفراها في بيتك، وعاملاها طبعا كده ايه بتكون العجينة ناجحة وبتكون مظبوطة معاكي وبتطلع معاكي تفرح قلبك بإذن الله. وكده خلصنا معاكم النهاردة، عملنا الفريسكا الصعيدي اللي هي السهلة البسيطة، اللي فعلا مش بتتعبك، وما برضو ما بتاخديش معاها يعني ما بتاخدش وقت خالص نهائي. وزي ما انتم شايفين فعلا العجينة ناجحة وبتبقى معاكي بتفرحك، وبتكون سهلة وبسيطة وعاملة زي الكيكة اسفنجية فعلا. يلا كده الشطاري وخلصي الفيديو واعمليها حتى لو بكوباية دقيق، هتطلع معاكي أحلى وأجمل منك يا ست الكل. وكده خلصنا الفيديو معاكي، ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت يكون نال إعجابكم، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة وطيبة بإذن الله. وكده كان النهاردة فيديو الفريسكا، الفريسكا الصعيدي اللي هي الهشة القطنية، بعجينة هشة قطنية اسفنجية وعاملة زي الكيكة، وفعلا تحفة تحفة. اعمليها وبسرعة انجزيها، وهي هتطلع معاكي زي الفل. وكده قدمنا لكم النهاردة فعلا من أجمل المخبوزات، وهي الفريسكا الصعيدي اللي بتعمليها في بيتك وتملي بيتك كله خير وعمار بإذن الله. وكده كان معاكم الفريسكا اللي بعجينة قطنية طرية هشة، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.